الحمد لله رب العالمين يا رب، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا وفرج كروبنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا سائلا الا اعطيته، ولا عاصيا الا هديته، ولا غائبا الا رددته. اللهم انا نسألك الهدى والتقى، ونسألك العفاف والغنى. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. واشهد ان لا اله الا الله عرفه العارفون. قيل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: يا أبا بكر بما عرفت ربك؟ فقال أبو بكر: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. يا أبا بكر بما عرفت ربك؟ فماذا قال؟ ماذا قال الصديق؟ ماذا قال الصديق عن ربه؟ قال الصديق: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. فقيل له: يا أبا بكر كيف عرفت ربك؟ كيف عرفت ربك؟ فقال الصديق: العجز عن الإدراك إدراك، والبحث في ذات الله إشراك. قيل للإمام مالك رضي الله عنه: يا إمام، حدثنا عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. فقال الإمام مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، لأنه تعالى كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان، لم يتغير عما كان. يا مالك، يا مالك، يا مالك، ما الرحمن على العرش استوى؟ ما معناها؟ قال الإمام: كلمات توزن بميزان أدق من ميزان الذهب، إنها كلمات من نور على صفحات، على صفحات من رضا الله. الله تعالى كان ولا مكان، وهو
وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. الاستواء معلوم والكيف مجهول. ايها السادة الموحدون، من الرحمن؟ من الرحيم؟ من عالم الغيب والشهادة؟ من الولي؟ من الوالي؟ من الغني؟ من القوي؟ من العلي؟ من العزيز؟ من السميع؟ من البصير؟ من اللطيف؟ من الخبير؟ من الكبير؟ من المتعالي؟ من العظيم؟ من الحليم؟ من الكريم؟ من المقيت؟ من القادر؟ من القدير؟ من المقتدر؟ من الوالي؟ من الوالي؟ من الكافي؟ من الوافي؟ من المغيث؟ من الاول؟ من الاخر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟ من الجليل؟ من الجليل؟ من العليم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من الباسط؟ من القابض؟ من المذل؟ من المعز؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المبدع؟ من المعيد؟ من المقدم؟ من المؤخر؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد. إلهي 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 يا رب، أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير. أنت الذي تهب الكثير، أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات. أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. أنت الذي تهب الكثير. إلهي إلهي يا رافع السماء بلا عمد، إلهي أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات وتقول هل من تائب مستغفر او سائل اقضي له الحاجات. تقول هل من
عبد تائب مستغفر أو سائل أقضي له الحاجات أقضي له الحاجات ومن يقضي الحاجات سواك. إن الملوك إذا أغلقت أبوابها فبابك ليس عليه حاجب ولا بواب. قال موسى يا رب إذا قال العبد يا رب وهو راكع فماذا تقول له؟ قال له مولانا أقول له لبيك يا عبدي. قال موسى فإذا قال يا رب وهو ساجد فماذا تقول له يا مولاي؟ قال أقول له لبيك يا عبدي. قال موسى فإذا قال العبد يا رب وهو عاص فماذا تقول له يا رب؟ قال الله أقول له لبيك لبيك لبيك. إلهي شعاع من رضاك يطفئ غضب ملوك أهل الأرض. شعاع من رضاك يطفئ غضب ملوك أهل الأرض. ولمحة من غضبك تزهق الروح ولو انغمست في نعيم الدنيا. إلهي هب لنا من أمرنا رشدا. إلهي اجعلنا من عبادك السعداء. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله نبي بلغ من رحمته بامته. شيء عجيب. أتدرون ماذا يقول عن قلبه العظيم؟ اسمعوا ما قاله الحبيب محمد. قول عجيب وفي عجبه غرابة وفي غرابته عجب. يقول الحبيب ما يصيب احدكم من شوكة فما دونها الا وجدت الم ذلك في قلبي. شوكة تصيب احد المؤمنين فما دونها اي فما اقل منها. شوكة فما دونها اذا اصيب بها مؤمن وجد النبي الم ذلك في قلبه الشريف. نفسي لك الفداء يا سيدي يا رسول الله. نفسي لك الفداء يا صاحب الرسالة العصماء. سيدي يا ابا القاسم يا حبيب الله سعدت ببعثة احمد الازمان وتعطرت بعبيره الاكوان والشرك انذر بالنهاية عندما جاء البشير واشرق الايمان. سعدت ببعثة احمد الازمان وتعطرت بعبيره الاكوان والشرك انذر بالنهاية عندما جاء البشير واشرق الايمان. صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم. صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم. اما بعد
اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، اليوم ماذا نقول لاوروبا من خلال التلفزيون الهولندي؟ أدرت أفكارا في عقلي، أي هدية أقدم لأوروبا من خلال تلفزيون هولندا، فلم أجد هدية أفضل من نبي الرحمة. معشر السادة، ان الله تعالى لا بد ان يظهر دينه ولو كره الكافرون. ولقد قال الفيلسوف الايرلندي برنارد شو: لن يأتي اول القرن 21 الا وقد دخلت اوروبا كلها في دين محمد. معشر الاخوة الاعزاء، ومع الدرس 53 بعد 100 الثالثة، وبعدما قرأنا شهادة المرضع حليمة عن رسول الله ايام كان في ديارها رضيعا، انتقل بحضراتكم الان من حليمة الى خديجة لنستمع الى ماذا قالت خديجة عن رسول الله. شهادة اولى الناس بسماعها هؤلاء الذين لا يعرفون عن نبي الاسلام شيئا، واصدق الناس الذين يشهدون للانسان هم الذين يعاشرونه في بيته. فانا وانت قد نلتقي ولكن لا يعرف احدنا عن الاخر اسرار بيته ولا دخيلة مسكنه. فتعالوا الى سيدة عاشرت رسول الله ربع قرن من الزمان ما قالت له اف قط، ويوم ماتت هذه السيدة الجليلة بكى الحبيب على فراقها وفاء منه لها، وظل يبكي الى ان نزل الامين جبريل وقال له يا رسول الله السلام يقرئك السلام، ويقول لك كفى بكاء على خديجة، فخديجة في الجنة في بيت من ذهب لا نصب فيه ولا تعب، وقد بنى الله لها قصرها بين آسية ومريم. تعالوا الى هذه الصفحة المشرقة المضيئة المتألقة المتلألئة الفياضة بنور الرحمة ونور الخلق. ان الاولى باوروبا بدلا من ان تدرس فلسفة ماركس او داركايم او فرويد او غير هؤلاء من المنحلين امثال سارتر، اولى باوروبا ان تقف وقفة امام شخص حبيب الله محمد. لقد كان كارل ماركس يقول لا اله والحياة مادة
وجاء محمد ليقول لا اله الا الله. وقال بركايم ان الاخلاق قيد لا معنى له. وجاء الحبيب محمد ليقول انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. هذا هو محمد. محمد يبني ثم يبني، والملاحدة يهدمون والمنحلون يهدمون. فتعالوا ماذا قالت عنه خديجة يوم دخل عليها بعدما تم التقاء السماء بالارض، وبعدما التقى به سفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء في غار حراء، وغطه الملك وضمه الى صدره وشحنه بروحانيات السماء. خرج الرسول من الغار الى بيته يقول لخديجة زملوني زملوني دثروني دثروني. فماذا قالت له خديجة؟ اقسم بالله الذي رفع السماء بلا عمى، انا كلما تذكرت هذا المشهد ومثلته في خاطري شعرت كأني نملة وهنالة امام جبل، هذا الجبل الشامخ هو خديجة رضي الله عنها. اراني نملة تطوف حول هذا الجبل، وما تأخذ النملة من ذرات الجبل. اراني عصفورا صغيرا على شاطئ بحر، وماذا يأخذ العصفور في منقاره من بحر خضم ذاخر. اراني امام خديجة رضي الله عنها انسانا ضعيفا ضئيلا امام الخلق، امام الوفاء. زوج يدخل بيته يقول زملوني زملوني دثروني دثروني. ماذا تقول له زوجته؟ ان الاجابة يكمن فيها معان ومعان وعمق. ان الاجابة كان يجب ان تقول اذهب الى اي طبيب، ما شأني بك، سأغادر بيتك، انك مريض، لا شأن لي بالعيش معك. اتدرون ماذا قالت خديجة للحبيب المصطفى؟ والله لا يخزيك الله ابدا. الله 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 يا بنت خويلد، الله الله يا خديجة بنت خويلد. زوج يقول زملوني، وزوجة تقسم بالله قائلة والله لا يخزيك الله ابدا. وبعد ان تتربع على منصة القضاء وتصدر حكمها عادلا، تدعم هذا الحكم ب6 حيثيات. اسمعوها، والله لا يخزيك الله ابدا. لماذا؟ اسمعوا هذه الصفحة المشرقة، اسمعوا ماذا قالت العاقلة الأريبة الطاهرة الأديبة. اسمعوا ماذا قالت أمنا في شأن حبيبنا. قالت والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ إنك لتصل الرحم. الله، تصل الرحم.
زوجة تشجع زوجها على صلة ارحامه، اين هذه؟ بحثت عنها في الوجود فلم اجد الا خديجة. زوجة تشجع زوجها ان يصل اقرباءه واهله. الله يعلم ان الزوجة في زماننا هذا لو ترامت الانباء الى سمعها ان زوجها قد مر بامه في طريقه، قد مر بها مرورا وجلس عندها ومد يده فيما وسع الله عليه فاعطاها، او اشترى لها ثوبا، او مر باخت او باحد من ذوي الارحام، لو علمت الزوجة هذا ما قالت له والله لا يخزيك الله ابدا، انما اعدت عدتها وتهيأت للرحيل من البيت حيث لا عودة. لو علمت هذا. هذه احوالنا وهذا مجتمعنا، والله جل جلاله في عليائه ينادي في كبرياء وعظمه: انا الله وانا الرحمن، وقد اشتققت للرحم اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. انا الله وانا الرحمن، وقد اشتققت للرحم اسما من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعت. ان كليم الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام سأل ربه ذات يوم سؤالا وقال له: يا رب اريد ان اعرف رفيقي في الجنة من هو. فاوحى الله اليه: يا موسى، اول رجل يمر عليك من هذا الطريق سيكون رفيقك في الجنة. ووقف موسى ينتظر المارة، فمر به رجل وحيا موسى وتبعه موسى وهو لا يعرف انه كليم الله موسى، وظل موسى يمشي وراءه حتى دخل الرجل بيتا، وبالبيت امرأة عجوز مقعدة، واذا بالرجل يخرج من جيبه ورقة بها لحم، واخذ ينضج لها اللحم ويضعه في فمها الى ان اكلت وشبعت، ثم قام فاحضر لها الماء فغسلت يديها ووجهها وتركها الرجل مودعا. فقال له موسى: خذ يا اخي، من هذه؟ قال له: انها امي. قال له: اوما تدعو الله لك؟ قال له: يا اخي، كلما اطعمتها طعاما او سقيتها ماء دعت الله لي بدعوة واحدة لا تغيرها. قال له موسى: وما تلك الدعوة؟ قال له الرجل: تدعو لي دائما فتقول: اللهم اجعل ابني مع موسى بن عمران في الجنة. اجعل ابني مع موسى بن عمران في الجنة، في الجنة. لا اله الا الله. انت الملك، انت الملك،
انت مالك الملك وانت ملك الملوك. يوم تموت الام، يوم تموت امك يا ابن ادم تعلن السماء حالة الطوارئ وينادي عليك ملك من قبل الله تعالى ويقول يا ابن ادم ماتت التي كنا نكرمك لاجلها فاعمل صالحا نكرمك لاجله. يا ابن ادم، يا ابن ادم، يا ابن ادم، ماتت التي كنا نكرمك لاجلها. ماتت، ماتت. وكل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب. ماتت، ماتت التي قطعتها وحرمتها. ماتت التي كذبتها وصدقت زوجتك. ماتت، ماتت التي كنا نكرمك لاجلها اعمل صالحا نكرمك لاجله. هذا هو دين محمد وتلك تعاليمه. الجنة تحت اقدام الامهات. اجعل ابني مع موسى بن عمران في الجنة، فقال له موسى يا هذا ابشر فقد استجاب الله دعاءها وانا موسى بن عمران. ابشر. الام، الام يوم حضرت علقمة الوفاة وكان صحابيا ارسل اليه الحبيب المصطفى من يلقنه الشهادة، وجلس الملقنون بجانب راس علقمة يلقنونه لا اله الا الله، وعلقمة لا يتحرك بها لسانه. فقصوا على رسول الله ما حدث، فسأل الرسول سؤالا واحدا وهو الخبير ببواطن الامور. سأله، لم يقل هل بلسانه شلل، لا. لم يقل هل فقد علقمة النطق، لا. لم يقل هل اصيب علقمة بالغيبوبة، لا. انما سأل الرسول سؤالا واحدا: هل ام علقمة ما تزال على قيد الحياة؟ قالوا يا رسول الله انها على قيد الحياة. قال احضروها، احضروها، اسمعوا الى الطبيب المعالج سيد الخلق، الرجل الذي قال فيه مولاه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، وقال فيه خالقه وانك لعلى خلق عظيم. احضروا ام علقمة، احضروها. فحضرت، فقال لها يا ام علقمة كيف كان حال علقمة معك؟ قالت يا
رسول الله كان يصدق زوجته ويكذبني. علمتم ما الذي منع لسانه وحبسه عن النطق بالشهادة؟ غضب قلب امه عليه. وما من انسان يعق امه الا ويبتلى بزوجة تشيبه قبل المشيب. وما من انسان يعق اباه ويطيع زوجته الا سلط الله عليه ولدا من صلبه يعذبه العذاب الاليم عند كبره. البر لا يبلى، البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت، الديان لا يموت، الديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم. حديث المصطفى، كلام الرسول. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. كان آزر أبو إبراهيم كافرا، ومع ذلك ظل إبراهيم بأدب يدعوه إلى الله. يا أبت، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبت، وتأمل معي، أخاف أن يمسك، مش أن يعذبك الرحمن، أن يمسك، مجرد المساس أخاف عليك منه، مجرد مساس النار، وأبوه كافر. ولما أراد أن يقول له إنك جاهل يا أبتي لم يرضى أن يقولها بصراحة، ورأى فيها إساءة أدب. أتدرون ماذا قال له؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أدب القرآن، يا أدب الأنبياء، يا أدب الأبناء مع الآباء. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. فماذا كان رد أبيه؟ قال له أبوه أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا، لأرجمنك. فماذا قال له إبراهيم وأبوه يقول لأرجمنك؟ قال إبراهيم سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. سلام عليك، سلام عليك. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. فماذا كانت العاقبة وماذا كانت النتيجة؟ رأى إبراهيم أنه يذبح ولده، فلما أسلم وتله للجبين قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى.
قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. يا معشر الإخوة الأعزاء، وأراد الرسول أن يختبر قلب أم علقمة، فقال لها يا أم علقمة، وحيث إنه قد عصاك وجفاك ألا نجمع الحطب لنحرق به علقمة؟ وعندئذ انتفضت أم علقمة كالعصفور الوديع إذا بلله ماء المطر الغزير، وقالت يا حبيب الله أحرق ابني فلذة كبدي وثمرة فؤادي. فقال لها الحبيب إذا فاستغفري له الله، فاستغفرت له الله، فأرسل الرسول إليه من يلقنه الشهادة، فلما قال له يا علقمة قل لا إله إلا الله قالها علقمة وجرى بها لسانه كما يجري الماء من قمة الجبل. المانع الذي منع اللسان أن ينطق بالشهادة، المانع هو غضب أمه عليه. أيها الإخوة الأعزاء، ماذا قالت خديجة بعد ذلك للحبيب محمد؟ إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقري الضيف وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الظهر. هذه 6 حيثيات اصدرتها المحكمة الخدجية للحبيب محمد. فماذا كان جزاء خديجة عند ربها؟ وقد شهدت لحبيبنا هذه الشهادة العصماء، المرأة الوحيدة على وجه الأرض التي بلغها السلام من الله جل جلاله هو خديجة بنت خويلد، السيدة الوحيدة التي بلغها السلام من الله هي خديجة. نزل الامين جبريل ذات يوم على امين الارض والسماء سيدنا محمد وقال له يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك بلغ خديجة من ربها السلام. فلما بلغها السلام من الله، أتدرون كيف ردت السلام على الله؟ قالت يا رسول الله الله غني عن كل هذا، إنما بلغها السلام لوفائها، والوفاء بين الناس عملة نادرة، عملة صعبة. وإذا كانت خديجة هي الوحيدة التي وصلها السلام من الله، فمن هو الرجل الوحيد الذي وصله السلام من الله جل في علاه؟ هذا سؤال نجيب عنه بعد جلسة الاستراحة، واعود بحضراتكم الان من هنالك حيث خديجة وسيدنا محمد الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، مكتوب على بابها
رحمة للعالمين، وإنك لعلى خلق عظيم. أيها السادة الأعزاء، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اراد ان يقيم المجتمع بدأ اولا ببناء النفوس. اول ما بدأ بالنفوس. ونحن عندما بدأنا ببناء المصانع، وبدأنا نخرب النفوس. خربنا النفوس اولا وبنينا المصانع، فلما وقفت النفوس الخربة لتدير المصانع خربتها. ولذلك فسوف اعرض على حضراتكم الان رجالا رباهم سيدنا محمد، رباهم سيد الخلق وحبيب الحق. عندما اراد الرسول ان يخرج الى غزوة تبوك، وكان الوقت وقت عسرة والمال قليل، اذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه يأتي بماله كله ويدفع به الى حبيب الله محمد، يأتي بالمال كله يدفع به الى الحبيب المصطفى، ويسأله الحبيب عليه الصلاة والسلام: ماذا تركت لأولادك يا أبا بكر؟ والله ما فكر أبو بكر كيف يجيب. لو أن هذا السؤال طرح على سمع واحد من دنيا الناس: ماذا تركت لأولادك؟ لرجع في عطيته وقال: لقد كنت ناسيا، فدعني حتى أراجع الحساب. لكن الرسول لما سأل أبا بكر هذا السؤال: ماذا تركت لأولادك يا أبا بكر؟ قال أبو بكر بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: تركت لهم الله ورسوله. بدون تفكير وبدون إعمال أدنى فكر، تركت لهم الله ورسوله. وهذه هي الحقيقة العليا. لما نام عمر بن عبد العزيز على فراش الموت، وكان عنده من العمر 41 عاما، نام على فراش الموت يعاني من ألم السم، فقد دسوا له السم في الطعام. نام يعاني من ألم السم وهو يسري في الأحشاء سريان النار في الحلفاء. سألوه: ماذا تركت لأولادك؟ وكان له 17 ولد.
قال تركت لهم تقوى الله، ان كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وان كانوا فاسقين فلو تركت لهم مال قارون ما اغنى عنهم شيئا. ونام عمر هذا الذي تزوج فاطمة بنت عبد الملك كان ابوها خليفة، وكان اخوها الوليد خليفة، وكان اخوها سليمان خليفة، وكان اخوها يزيد خليفة، وكان اخوها هشام خليفة، وكان زوجها عمر خليفة. أتدرون ماذا فعل ليلة تولى الخلافة؟ قال لها يا فاطمة أين الثوب الذي زفوك فيه ليلة الزفاف؟ قالت ها هو يا أمير المؤمنين، ثوب مرصع بالجواهر الكريمة مرشع بالياقوت والجواهر والزمرد، ها هو الثوب يا امير المؤمنين. قال لها اما ان تختاري عمر واما ان تختاري هذا الثوب. قالت لما يا امير المؤمنين؟ قال سأضعه في بيت مال المسلمين. أتختارين عمر أم تختارين الثوب؟ فقالت فاطمة وهل أختار الثوب ولا أختار عمر؟ لقد اخترتك يا أمير المؤمنين، وأنا وثوبي فداء في سبيل الله رب العالمين. عمر بن عبد العزيز يأخذ ثوب زوجته ليضعه في بيت مال المسلمين. أي عدالة تلك، أي عدالة، أي رحمة، أي إنسانية، أي مساواة، أي مساواة. عمر ينام على فراش الموت، عمر بن عبد العزيز ينام على فراش الموت، فيقول لزوجته فاطمة يا فاطمة اتركي لي هذا المكان هذه الساعة، فإنني أرى أجساما ليسوا إنسا ولا جنا. قالت فاطمة وخرجت ووقفت على الباب فسمعته يرد السلام على قوم هو يراهم وانا لا اراهم. سمعته يقول وعليك السلام ورحمة الله يا نبي الله آدم، وعليك السلام ورحمة الله يا صفي الله نوحا، وعليك السلام ورحمة الله يا خليل الرحمن إبراهيم، وعليك السلام ورحمة الله يا كليم الله موسى، وعليك السلام ورحمة الله يا كلمة الله عيسى، وعليك السلام ورحمة الله يا سيدي يا رسول الله. فلما سمعته يرد السلام على خاتم الأنبياء قلت سأدخل عليه الآن لأعدل رأسه إلى القبلة. أقسمت فاطمة بالله أنها دخلت عليه فوجدته قد وضع رأسه إلى القبلة
يردد قوله تعالى: ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هؤلاء رجال لم يتخرجوا في جامعات اوروبا ولا في جامعات امريكا، انما تخرجوا في جامعة فيها العميد المصطفى لا يلحق. الرجل الوحيد الذي بلغه الله السلام هو ابو بكر. الرجل الوحيد الذي وصله السلام من الله. ولما قال له الحبيب المصطفى: يا ابا بكر ان الله يقرئك السلام ويقول لك هو راض عنك، أأنت راض عن الله يا ابا بكر؟ يا لله يا لله يا ابا بكر، هو راض عنك؟ أأنت راض عن الله يا ابا بكر؟ فقال ابو بكر: وكيف لا ارضى عن الله وانا اتمنى رضاه؟ كيف لا ارضى عن الله وانا اتمنى رضاه؟ والذي بعثك بالحق يا رسول الله اني لا امن مكر الله ولو كانت احدى قدمي في الجنة. معشر السادة، من غريب ما جاءني رسالة وصلتني منذ ايام 3. يقول صاحب الرسالة: كيف تقولون ان هناك سؤالا في القبر بعد الموت وحسابا ونعيما وعذابا أليما، وقد قرأنا في مجلة اخبار اليوم او جريدة اخبار اليوم ما يلي؟ اسمعوا الى المأساة التي ما بعدها مأساة. وانا لست ادري الى اين نسير والى اين نمشي. اسمعوا ماذا نشرت جريدة الاخبار. نشرت ان رجال الرقابة الادارية بحثوا عن الاساتذة الذين يعطون دروسا خصوصية لطلبة الطب والهندسة، فوجدوا استاذا متخصصا في علم التشريح قد استأجر مسكنا واسعا، ولما دخل رجال الرقابة هذا المسكن وجدوا به ثلاجة كبرى لحفظ اللحوم. أتدرون لحوم من؟ لحوم الموتى. ثلاجة كبرى لحفظ لحوم البشر، وبجانب الثلاجة 28 برميلا مملوءة بالموتى جيء بهم من المقابر ووضعوا في مادة الفورمالين. والعجيب في الامر ان الاستاذ الفاضل لما اخرج الموتى من القبور قطعهم في البراميل قطعا بحيث وزعهم اصنافا: برميل فيه رؤوس، واخر فيه
وثالث فيه الكبد، ورابع فيه السيقان، وخامس فيه الرئات، وهكذا 28 برميل من لحوم الموت، بالاضافة الى الثلاجة. الله يقول ثم اماته فاقبره، ونحن نقول ثم اماته فشرحه، كأن هذه الآية لم تنزل على اهل مصر. الله تعالى جعل الغراب اعقل من ابن ادم، فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين، فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه، قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين. اخر من يدخل الجنة، اخر من يدخل الجنة يظل في النار حتى لا يبقى موحد في النار. اخر من يدخل الجنة من الموحدين رجل كان يسرق اكفان الموتى، فما بالك بمن يسرق الموتى انفسهم. سارق الاكفان لا يخرج من النار الا بعد ان يخرج منها جميع عصاة الموحدين. سارق الاكفان سئل النبي صلى الله عليه وسلم اكسر عظام الميت يؤذيه؟ اذا كسرنا عظام الميت هل يؤذيه ذلك؟ فاجاب الحبيب محمد على السؤال بسؤال، قال فيه هل يؤذيه اذا كان حيا؟ قالوا نعم. قال الحبيب كذلك يؤذيه اذا كان ميتا. كلام النبي. نفس القبور بعد دفن الميت حرام حرام حرام، ولو لم يكن الجثمان محترما عند الله لماذا امر الله بتغسيله بعد موته؟ لماذا؟ لو ان رجلا مات ولم يكن معه من يغسله من الرجال الا امرأة غريبة لا هي زوجته، اذا كانت زوجته يحل لها ان تغسل زوجها، فللمرأة الحق ان تغسل زوجها، وللرجل الحق ان يغسل زوجته اذا مات. اما اذا مات رجل وليس هناك من الرجال من يغسله ولم يوجد الا امرأة بجانبه، فان الاسلام يقول لها لا تغسليه، انما يمميه تيمم. ضعي قطعة من القماش على يدك ثم مسيها في التراب وانفضيها وامسحي وجهه وامسحي له كفيه، ولا تمري بيدك من غير حائل ولا حاجز، لانه يحرم عليك ان تمسي جلد الميت. واذا ماتت امرأة ولم نجد امرأة تغسلها ولم يكن هناك الا رجل، فعليه ان ييممها بيده، يضع قطعة من القماش على يده ويمسها بالتراب ثم يمشي بها على وجه الميتة وعلى يديها. لماذا؟ لان هذا الجثمان له منزلته عند الله وله مكانته،
لماذا نكفنه بعد تغسيله؟ لماذا نكفن الميت؟ اذا كان رجلا يكفن في 3 اثواب، واذا كان امرأة تكفن في 5 اثواب، واذا دفن احد المسلمين ولم يغسل ولم يكفن، فالله تعالى سيحاسب المسلمين جميعا يوم القيامة على هذا الرجل الواحد. لماذا؟ ان الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في المقابر اسند ظهره الى قبر. رجل جلس في المقابر واسند ظهره الى قبر، فقال له الرسول واغضبا: قم فقد آذيت صاحب هذا القبر. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: لا تجلسوا على المقابر حتى لا تؤذوا الموتى. والرسول وهو يمر ذات يوم بالمقابر وجد قبرا جديدا، فسأل: قبر من هذا؟ قالوا: انه قبر ام محجن التي كانت تنظف مسجدك يا رسول الله. فقال الرسول: متى ماتت؟ قالوا: ماتت بعد الظهر. قال الرسول: لم لم تؤذنوني؟ لم لم تعلموني بموتها؟ قالوا: يا رسول الله، كان الوقت شديد الحر وخفنا عليك من شدة الحر. قال: لماذا لم تعلموني حتى اصلي عليها؟ الا تعلمون ان من مات فصليت عليه كانت صلاتي شفاعة له في الاخرة؟ وقام الرسول امام قبرها فصلى عليها صلاة الجنازة. لما فاتته الصلاة قبل دفنها صلى عليها بعد دفنها صلاة الجنازة، وبعدما فرغ من الصلاة على قبرها سألها وقال: يا ام محجن، اي الاعمال وجدت خيرا؟ اسمع يا بني يا صاحب السؤال، المقابر اسرار، ظاهرها الاحجار والتراب وداخلها الثواب والعذاب. يا ام محجن، اي الاعمال وجدت خيرا؟ ثم انصت النبي والصحابة قليلا، فقد انكشفت الحجب واصبح الارسال يأتي من العالم الاخر. ونظر الرسول الى اصحابه وقال لهم: والله لقد اجابتني على سؤالي وقالت لي لم اجد هنا افضل من تنظيف المساجد عند الله. قال الحبيب المصطفى: ولقد بنى الله لها مسجدا في الجنة اراها الان جالسة فيه. اسمع يا بني، ان محيط ما وراء الطبيعة اعنف من ان يمخر عباده سباح ماهر. اسمع يا بني، مهما فعل الآثمون وشرح المشرحون لجثث ابن آدم، وقد علمت أن كسر عظام الميت حرام، وسند الظهر إلى المقابر حرام، والجلوس على المقابر حرام. اسمع بعد ذلك، إذا خرج الميت ونبش قبره هل يخرج عن ملك الله؟ هل يخرج عن علم الله؟ ولذلك ختم الله آيات البعث قائلا:
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم. عليم لا يغيب عن علمه شيء. اسمع يا سيدي ماذا قاله الحبيب محمد كما رواه الامام البخاري رضي الله عنه. قال الحبيب المصطفى ان رجلا لما حضرته الوفاة جمع اولاده وهو على فراش الموت وقال لهم يا بني ما تقولون في؟ قالوا له يا ابانا نعم الاب كنت. قال فان لي عندكم وصية ان ذنوبي كثيرة وانا استحي ان القى الله بذنوبي فاذا انا مت فاحرقوا جسمي بالنار وبعد ان تحرقوه ويصير رمادا ذروا نصفه في البحر ونصفه في البر فانا استحي ان القى الله بهذه الذنوب. ومات الرجل وجاء به اولاده ونفذوا وصيته حرقوه ولما صار جسمه رمادا ضروا نصفه في البحر ونصفه في البر. قال الحبيب المصطفى فقال الله للبحر يا بحر اجمع ما فيك وقال للبر يا بر اجمع ما فيك فجمع البحر والبر ما فيهما فتمثل الرجل امام ربنا رجلا سويا فقال له الله يا عبدي ما الذي دعاك ان تفعل بنفسك هذا؟ قال العبد يا رب استحييت من كثرة ذنوبي. فقال له الله ابشر فقد غفرت لك كل الذنوب. فيا بني يحرق الجسم يغرق في الماء تأكله الحيتان يبلى في الارض كل هذا لن يخرج عن علم الله ابدا ولن يخرج عن ملك الله ابدا. انما المصيبة التي اصبناها والبلاء الذي وقعنا فيه اننا اصبحنا نتاجر في كل شيء حتى في جثث الموتى. لا امان علينا لا في حياتنا ولا بعد وفاتنا ونحن احياء تفتح لنا السجون والمعتقلات فاذا ما دفنا في قبورنا تاجرت فينا الاساتذة الكرام. اهذا خلق؟ اهذا دين؟ اهذه نظافة؟ اهذه كرامة؟ من منكم يرضى يا عباد الله ان يدفن زوجته وبعد قليل تخرج من قبرها ليعبث بعورتها العابثون؟ من منا يرضى هذا؟ من منا يرضى؟ من منا يرضى ان تخرج جثته من قبره ليعبث بها طلبة الطب؟ والله الذي لا اله غيره اخبرني احد الطلبة بانهم جاءوا بجثمان لرجل عجوز ميت كانت اسنانه مكسرة. اخذ الطلاب يتهكمون ويضحكون عليه. وهكذا كرامة الميت دفنه واحترامه ولا يجوز ان ينقل منه شيئا ابدا. لا يجوز نقل الميت من مكان الى مكان الا اذا طغى البحر على المقابر، الا اذا كان هناك ذئب ينبش المقابر فينقل الميت من قبر الى قبر، لا ينقل من قبر الى مشرحة الى برميل
الى برميل، نحول سؤال القبر الى سؤال البرميل، الى سؤال البرميل، يأتيه ملكان في البرميل. ما هذا؟ الى اي حد وصلنا؟ لا امان على نسائنا ولا على انفسنا. والله الذي لا اله غيره، انا من يومها ما زلت في حيرة. لقد بنيت قبرا في القاهرة وبدأت الان اغير فكري، بدأت الان اغير مكان الدفن، لانه لا امان علينا بعد موتنا، لا امان علينا بعد موتنا. حسد الفقير على كفن يلف به حتى على الموت لا يخلو من الحسد. الى اين نذهب؟ انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. ايها السادة الاعزاء، اني داع فامنوا، اللهم فرج كروبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اقسم من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. وحدوا الله يا رجال، قولوا لا اله الا الله وسمعوا الصلاة على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من اثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. سمعون الصلاة على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. المهم انك تاخد بالك من قوله تعالى تراهم ركعا سجدا، يعني اين رباهم سيدنا رسول الله؟ اين رباهم؟ لم يربهم في حزب وطني ولا حزب مصر ولا كازينو ولا اتحاد اشتراكي، انما رباهم فين؟ في المساجد. وحد الواحد. خد بالك من كلمة تراهم ركعا سجدا. رباهم فين النبي؟ في المساجد، والمساجد هي اللي حلت جميع مشاكل العباد. ولذلك اسمع معايا، الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. الله اكبر. شوف الكلام، الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. اسمع مولانا جل جلاله بيقول ايه في الحديث القدسي: لولا اطفال الرضع وشيوخ الركع وبهايم الرتع لصببت عليكم العذاب صبا. لا اله الا الله. وبيقول ايه تاني بعد ما توحد الله برضه؟ بيقول ايه في الحديث القدسي تاني؟ ربنا بيقول اني لا هم باهل الارض عذابا، فاذا نظرت الى عمار المساجد والمستغفرين بالاسحار صرفت العذاب عنه. المستغفرين بالاسحار اللي هم قبل الفجر ب3 ساعات قاعدين يقولوا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وعمار المساجد لان ربنا هيسأل يوم القيامة سؤال، هيقول اين جيراني؟ وحد الباقي ولا اله الا الله. يوم القيامة ربنا هيقول اين جيراني؟ فتقول الملائكة ومن ذا الذي ينبغي
مين السعيد اللي هيسعد بجوارك يا رب؟ انت عارف جيران ربنا مين؟ اين عمار المساجد وقراء القرآن؟ هم دول جيران ربنا. الواحد يقول لك مين اللي هيقدر على جوار ربنا؟ ده عايز واحد ده يكون عنده عزبة. لا، ربنا ما عندوش خلو ورد. ربنا عايز الناس الغلابة اللي هم بيقعدوا في المساجد واللي هم بيقرأوا القرآن، دول جيران الله يوم القيامة. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ثلاثة يضحك الله لهم يوم القيامة ويستبشر بهم. ثلاثة يضحك الله لهم يوم القيامة ويستبشر بهم. هم من الثلاثة يا حبيب الله؟ اسمع لعل الله ان يجعلنا منهم يا رب يا رب يا بقدر الناس. اول واحد رجل له فراش لين وزوجة حسنة يقوم من الليل فيصلي. يا سلام، خد بالك من الاولاني. واحد عنده السرير متوضب ومرتبتين وتكيات ومخدات وملاية اطلس واخر عظمة، يسيب مراته قبل الفجر رايح فين؟ رايح يتوضى. الدنيا برد؟ ابدا، البرد مع الله يهون. بس خد بالك هيحصل لك حاجة وانت رايح تتوضى. الشيطان مش هيسيبك تروح كده على طول، يجي لك وانت ماشي يقول لك ايه؟ انت اظن يا اخي جحت ما تفوت على المطبخ وانت ماشي قبل ما تتوضى تشوف المدام تكون سايبه لك حته لحمه ولا ورك فرخه، ولا تشوف كده شويه بطاطس مرميين. قوي نفسك يا اخي، تقوى على عباده الله. المهم انك انت هتسيب الحنفيه وتنك داخل على المطبخ، عبال ما تدعبس وتعمل تقول لقيت لك ايه؟ لقمه ناشفه بالعافيه ولا في طبيخ ولا بتاع، لان الحلل بتبط بقى نظيفه والحمد لله اول باول. فعبال ما تجيب اللقمه وتدور على الغموس يكون الفجر على الصلاه خير من النوم، يبقى لا قمت ليل ولا قمت نهار والشيطان ضحك عليك. تاخد بالك من الحتات. انت قمت تصلي بالليل لا ليك دعوه ولا باكل ولا بشرب، وحد الله لا اله الا الله. طيب، له فراش لين وله زوجة حسنة يقوم من الليل فيصلي. انت عارف ساعة الانسان ما يسيب النوم ويقوم يصلي، انت عارف ربنا بيعمل ايه في السماء؟ بيجمع الملائكة ويقول لهم يا ملائكتي انظروا الى عبدي هذا له فراش الليل وامرأة حسنة يقوم من اجلي فيصلي. يا سلام، بيباهي بيك مين؟ ده بيباهي بيك ملائكة السماء. ولاحظ يا اخويا ان انت عليك ورديتين من الملائكة، وردية بتمسك من العصر لغاية الفجر وتسلم، وردية بتستلم من الفجر لغاية العصر وتسلم. يعني اعمل حسابك الفجر والعصر ما يفوتكش في جماعة ابدا، لان الوردية اللي بتسلم ربنا بيسألها كيف تركتم عبادي؟ وحد الله، قل لا اله الا الله. ربنا بيسأل الوردية اللي طلعت، امال انتوا سبتوا عبادي بيعملوا ايه؟ والله اذا كانوا قاعدين بقى بيلعبوا طاولة زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما مر على ناس يلعبون الشطرنج، ناس قاعدين يلعبوا شطرنج. انت عارف النبي قال عنهم ايه؟ قال 3 كلمات: ايد عاطلة وقلوب لاهية والسنة لاغية. يا سلام، ايوه من تاني يا عم، بس سمعنا الصلاة على الحبيب النبي. شوف كلام النبي. ما هو حتى لو رحت الفلاحين تلاقيهم عاملين على المصطبة حاجة اسمها السيجة، قاعدين يلعبوا السيجة على المصطبة. ساعة ما يخلص السيجة تكون الكرسي المعفن اترص.
وهكذا العيشة اللي احنا عايشينها. والنبي بيقول ايه؟ ما من ساعة تمر على ابن ادم لم يذكر الله فيها الا ندم عليها يوم القيامة. لا اله الا الله. والله ده النبي بيقول اذا مر احدكم بالمقابر وقال لا اله الا الله رد عليه الاموات قائلين يا عبد الله والله لو علمت فضلها ما غفلت عنها. اي لا اله الا الله. يبقوا اللي قاعدين يلعبوا الطاولة ويلعبوا الشطرنج ويلعبوا الكوتشينة واضرب سيف وانزل بالولد، يا راجل يا شايب حرام عليك، حرام عليك. ها النبي قال ايد عاطلة ألسنة لاهية قلوب لاهية. سيدنا علي فايت على ناس عمالين يلعبوا الشطرنج والحصان والملك والطابية. انت عارف سيدنا علي قال لهم ايه؟ قال لهم ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. يا اخي قوم ريح دماغك شوي. فربنا بيباهي العبد اللي قايم بالليل يصلي ركعتين. ربنا بيقول للملائكه شوفوا اللي قايم يصلي وسايب النوم وقايم يصلي. ولذلك شوف النبي بيقول ايه؟ النبي بيقول رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وايقظ زوجته فان ابت نضح وجهها بالماء. يقوم يصلي وعشان يصلي مع مراته يروح يلاقي مراته نايمه يقوم يا فلانه صلي، تقول له بعد عني. على راي اللي بتغني بتقول ولا لكش دعوه بيا ما تسال ابعد. ها فيجي بقى بال الايد ميه ويمس على وشها شويه ميه كده عشان يقوم يصلي معاها بالليل. ورحم الله امراه قامت من الليل لتصلي وايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء. انما هم بيصلوا الفرض لما هيقوموا الليل. ده الواحده بتقول لها صلي تقول لك انا حامل لما اضع، وضعت تقول لك لما الواد ينفطم، الواد انفطم يقول لك لما الواد يمشي، الواد مشى تقول لها صلي تقول له ده في حمل